السلام عليكم. ازيكم؟ على حسب اللي نعرفه ان الديناصورات انقرضت من اكتر من 66 مليون سنه، صح؟ اكيد صح. اما بالنسبه لحته بقى انقرضوا ليه، فده سؤال كبير وليه تفسيرات كتير، بس ما ولا تفسير منهم قادر يثبت بشكل قاطع ايه السبب. بس عموما ده مش موضوعنا. المهم اللي احنا متاكدين منه ان احنا كبشر ما لحقناهمش، وان احنا اتوجدنا بعدهم بملايين السنين، صح كده؟ طب ايه رايك لو قلت لك ان في واحد لقى تماثيل واحجار بتقول عكس اللي احنا فاكرينه ده وحافظينه، وبتقول ان احنا لحقنا الديناصورات قبل ما ينقرضوا ولعبنا معاهم واستأنسناهم؟ بتفكر صح؟ يبقى النهارده خليني احكي لك عن احجار ايكا. رجعنا النهارده سنه 1960 لما دكتور خافير جاله هديه من واحد من المزارعين في بيرو. الهديه كان عباره عن حجر منقوش عليه سمكه، بس لما الدكتور ركز شويه لقى ان السمكه دي منقرضه بقالها شويه حلوين، واننا عرفناها عن طريق الحفريات وكده. طبعا الرسمه والحجر بالنسبه للمزارع البسيط لا تعني شيء، وممكن ما يكونش عارف قيمتها وبعتها بكده، لكن بالنسبه لدكتور خافير المتعلم المثقف فهي تعني اشياء كتير. المهم الدكتور بدا يركز في الموضوع اكتر ويدور اكتر، لدرجه انه استقال من شغله وراح القرى عشان يدور عن الاحجار اللي من النوع ده. وكل ما دكتور خافير كان يدور اكتر كان يلاقي احجار اكتر، وكان يزيد استغرابه اكتر واكتر. هقول لك ليه، ما انا مش هسيبك كده يعني، ده انت حبيبي. وفي بينا 9 حلقات لو انت ما شفتهمش يا ريت ترجع تشوفهم وتسيب لايك وشير وتعمل كل الحاجات الحلوه دي. الحجاره كانت بتصور الانسان وهو بيقاتل الديناصورات، وكمان وهو راكبها ومستأنسها. واحنا اللي نعرفه ان الديناصورات انقرضت قبل وجود الانسان ب 65 مليون سنه. فازاي الاحجار دي كده؟ لا، واللي زود الحيره اكتر ان كان في احجار بتصور البني ادمين وهم بيدرسوا الفلك، ان هم باصين في السماء بالتلسكوبات. وكمان في حجاره بتصور عمليات جراحيه معقده جدا ومتطوره جدا. المهم انه كمل تدوير وراح للمزارعين كلها وقال لهم ان اللي هيدور ويجيب له احجار من دي هيديله فلوس. وقدر في فتره بسيطه جدا انه يجمع اكتر من 11000 حجر. اللي مهتمين بعلم الاثار في الوقت ده قالوا ان ببساطه ممكن الاحجار دي تكون مزوره ومش حقيقيه، وان المزارع اللي بعت الهديه دي لدكتور خافير كان كذاب، وان هو اللي بينحت الحجاره دي بنفسه. بس اللي دمر النظريه دي وخلوها يستبعدوها ان ازاي مزارع بسيط كده هيقدر ينقش ال 11000 حجر بالدقه دي، وازاي هيعرف معلومات عن عمليه زي عمليه القلب المفتوح مثلا، وعمليات تانية متطوره وشديده التعقيد. ولما وصلنا لسنه 1996 قرر دكتور خافير انه يفتح معرضه ويعرض فيه الاحجار اللي لقاها دي، وكمان عمل كتاب بيشرح فيه عن الاحجار دي وازاي لقاها. والموضوع اخذ صيت عالمي والجرايد اتكلمت عنه، والموضوع كان محير، وبدات الناس كلها تسال ازاي ان الاحجار دي بتجمع بين الانسان والديناصورات. وطبعا الناس كالعاده بدات تدور وتقترح تفسيرات، بس حتى التفسيرات اللي اقترحوها كانت غريبه شويتين. يعني اللي يقول لك ان الفضائيين هم اللي شافوا الديناصورات دي زمان وبعدها شافوا الانسان، فهم اللي رسموا الاحجار دي كده ونحتوها بالانسان والديناصورات مع بعض. طب يا ابني الفضائيين هيعملوا كده ليه؟ هم فاضيين لنا؟ احنا السنه معودتنا ان دايما الفضائيين مشغولين بتدمير امريكا، يبقى ازاي بقى هيقعدوا يعملوا احجار؟ المهم ان في ناس تانية قالت ان اللي رسم الاحجار دي هم البشر الحقيقيين فعلا، وان التاريخ اللي احنا درسناه ده كله كان تاريخ مزور ومش حقيقي. وفي ناس ثالثه قالت لا، ده الديناصورات ما انقرضتش من العالم كله، وكانت بقى منهم شويه في بيرو، وان الناس هناك ناقشت الاحجار دي عشان توثق وجودها. والبي بي سي عملت فيلمين وثائقيين عن الموضوع ده وبقى لغز عالمي، لحد ما اخيرا لقوا الحل. مالك مستغرب ليه؟ لغز النهارده ليه حل؟ لا، ما انا مش هديك كله غامض في غامض كده وبتاع، لازم اديك شويه كده فيها حلول وبتاع وكده. والحل ببساطه ان الاحجار دي كانت مزيفه فعلا، والمزارعين اللي باعوا الحجاره دي لدكتور خافير اعترفوا ان هم كانوا بيعملوها فعلا ومزوره، وقالوا انهم على مدار سنين فاتت كانوا بيعملوا الموضوع ده كلعبه او هوايه، وانهم كانوا بياخدوا الرسومات دي من كتب الاطفال او الكتب الدراسيه او العلميه وبيبداوا ينحتوها، وانهم لما لقوا دكتور خافير زي اللهبه الفرحان بالاحجار دي وعمال يشتري منها ويدفع فلوس كتير، بداوا يزوروا احجار اكتر ويبيعوها له. وبس كده، لحد كده خلصت قصتنا النهارده. وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك حكاياتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.